ان جهة التمويل او البنك هو اللي هيبدأ بقى الدراسة الفعلية لأوراقك. كان المتبع ان صندوق الاسكان هو اللي كان بيعمل الاستعلام الميداني قبل ما يحول للبنوك، وما زال بيعمل كده بس في الاسكان الاجتماعي المحدود ومتوسط الدخل. اما في الاسكان المتوسط ده اللي هو سكن مصر ودار مصر وجنة، زي ما بيحصل في التمويل العقاري الخاص، انت لو حابب تاخد شقة تمويل عقاري خاص بتروح للبنك مباشرة، والبنك اللي يبدأ يدرس حالتك. كذلك الامر صندوق الاسكان ماشي على هذا النمط، بيحول الاوراق للبنك والبنك هو اللي هيبدأ يدرس حالتك. البنك هيدرس ايه بقى؟ هيعمل لك حاجة اسمها استعلام ميداني واستعلام ائتماني. ايه الاستعلام الميداني ده وايه الاستعلام الائتماني ده؟ ان هينزل لمحل شغلك ومحل سكنك يتاكد منهم، وبعد كده الاستعلام الائتماني هيدرس بقى حالتك الائتمانيه ومرتبك ده هيغطي قرض التمويل العقاري ولا مش هيغطي قرض التمويل العقاري، وكمان هل الاي سكور بتاعك متظبط ولا لا، هل ليك سابق التعامل مع البنوك وعليك التزامات ولا لا، كنت كويس في التعامل